بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عفوك يا الله لم يبق لي سواك فهل تقبلني؟ رحماك يا الله يا الله ما أجمل التوبة. تريد أن تصل للقمة، بل أقول تريد أن تصل للفردوس بإذن الله. أول خطوة التوبة إلى الله جل وعلا. إنها فرحة تائب وذكريات عائد، بشرى برضا الرحمن والفوز بالجنان. ها هي أبواب التوبة مشرعة، فحيا هلا لداعي الرحمن. يا رب في جوف الليالي كم رجعته وكم بكيت ولكم رجوتك. والله يقول أنه أسعد أسبوع في حياتي كلها هذا الأسبوع. متى؟ عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا. عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا. أريد التوبة، لا تتركوني في غفلتي، لقد فرطت كثيرا وأسرفت كثيرا. أما علمت أن الله عز وجل ينادي المدبرين المدبرين عنه، فكيف بالمقبلين عليه؟ والله إنني كنت أظن السعادة في تلك الأعمال التي نعملها، وكان قد حدثني عن رحلات الزنا واللواط والمخدرات وأنواع الفساد والضياع. قصص تنير لك الآفاق، عودة إلى الله وثباتا على طريق الله. غفران ذنبي مأملي وجنان ربي مطمعي، رباه قد عصفت جراح الصدر حتى ضاق صدري تريدون السعادة؟ جربوا الالتزام، والله لن تندموا. الله بالتوبة يا إخوان، وصدق اللجأ إلى الله الواحد الأحد. فالآن بادر بتكسير الأغاني، بادر من الآن أخي الشاب، تكسير الدخان، المخدرات، الدش. الآن تستطيع، غدا والله ما تستطيع. كم إنسان في قبره يتمنى أحد يتلف عنه بلاوي، فأنت اليوم تستطيع، فبادر، ما زلت في زمن الاستطاعة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أجمل دموع التائبين. فقالت نسألك بالله يا شيخ إلا عجلت علينا بالصلاة على زوجنا فلان، فإنا زوجاته من الحور العين وإنا مشتاقون إليه. هذه أيام بذل الثمن، هذه هي أيام بذل الثمن في الوصول إلى تلك الدرجات وتلك الجنان. إنها فرحة تائب. يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا، أشكيك هما داخل الصدر مكبوت وأيامي اللي بالخطايا ملايا. يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا، أشكيك هما داخل الصدر مكبوت وأيامي اللي بالخطايا ملايا. إلا ذبك من كان طايع ومبخوت في من يلوذ المرتكب للخطايا، في من يلوذ المرتكب للخطايا. يا رب تهديني
قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا. أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت وأيامي اللي بالخطايا ملايا. إنها فرحة تائب. ولكن أقسم بالله العظيم السعادة أرجع أقول السعادة الحقيقية في هذا الطريق. لم أجد السعادة لا في سرقات، لا في تفحيط، لا في سفريات، لا في حفلات، لا في مخدرات. الصلاة ما عاد نعرف، الله المستعان. كفرنا بالله. جرب هذا والله تصير أنت في عالم ثاني. وفي فرنسا تذكرون مغني مغربي اسمه سعيد الزيات، سافر لإحياء حفلات في فرنسا، فلما ذهب إلى هناك يعني كأن أحدا أخذه ودخل المسجد وقال نريدك أن تسمع هذه الموعظة وكذا. فلما جلس وسمع الكلام، يعني كلام أول مرة يسمعوه، يعني كلام يتكلم بعظمة الله عز وجل، بأمور الدين، بالأشياء التي أشياء أثارت عنده الإيمان الكامل في كل شخص. يقول ذهبت إلى شقتي في المغرب، عنده شقة يشوف الأغراض وكذا، يحاول أن ينهي هذه الشقة. يقول فوجدت مجلة، المجلة هذه كانوا أخذين معي مقابلة. يقول فكان من ضمن هذا اللقاء كانت الصحفية تسأل أن تقول يا سعيد، هو اسمه سعيد زياد، قالت يا سعيد هل أنت سعيد؟ قال لا أنا سعي أبحث عن الدال. يقول فعلى طول اتصلت عليها، قلت الصحفية فلانة؟ قالت نعم. قلت بشرت لقيت الدال. قالت وين؟ قال وجدت الدال في الدين والإيمان. مرتاح راح الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ليش أنا تبت؟ لأنه سمعت من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم الحسنات. وغير كذا إن الله يحب التوابين يحب المطهرين، يعني الله يحب التوابين، عشان كذا أنا التزمت بالله. وغير كذا أنا ما أعرف أمور دين، الصلاة ما أعرف، والله يا شباب الصلاة ما أعرف. الممثلة مديحة كامل 25 سنة وهي في العفن الفني، عادت إلى ربها واعتذرت عن كل الأدوار والعقود الفنية رغم إغراءات الساقطين بعرض إغراءاتهم على طبق من ذهب، ولكن هيهات هيهات. ماذا تجدي هذه الإغراءات مع من عرفت الإيمان وذاقت حلاوة الإيمان؟ مديحة كامل في آخر أيامها تفرغت للعبادة والعلم والدعوة ومساعدة المحتاجين، وحجت 3 مرات، وفي شهر رمضان المبارك نامت نومتها الأخيرة ورحلت إلى الدار الآخرة بعد ما صلت الفجر، وقرأت ما تيسر لها من كتاب الله عز وجل وهي صائمة. في أوروبا الآن 50 مليون مسلم، 20% دخلوا الإسلام حديثا. هؤلاء الكفار الذين جربوا هذه الحياة رجعوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الدين الحنيف، فنحن من باب أولى والأحبة. فيا أخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. ما في السعادة يا جماعة الخير إلا في الإيمان وحلاوته. يا جماعة الخير والله أنا كنت ما كنت أتوقع إن هذه الحلاوة في هذا الدين يا جماعة الخير. أقول وين نايم أنا من سنين يا جماعة، ضايع. وجربوا والتجربة أكبر برهان. بدلوا عشرة بن سعيد بتسجيلات الإسلامية تفيدكم في حياتكم، والطقطقة والله ما فادت أحد، بل من جرف إلى دحديرة ويا قلب لا تحزن. ويعرفك على أخس الناس وارد للناس، إذا وقعت هرب وخلاك. هذول أصحابنا في الماضي الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة، فما بالكم بهذول يقفون معك في محنتك وفي ضيقك، يزورونك إذا مرضت. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنته. فهد بن سعيد، كنت مثالا رائعا في الرجوع إلى الله. يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا. أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت وأيامي اللي بالخطايا ملايا. إنها فرحة تائب. بسم الله الرحمن الرحيم. زارني أحد الأحبة في مكتبي، ولما تحدثت معه قال لي أريد أن أخبرك بقصتي. قلت تفضل. قال أنا من مدمني الإنترنت، ودخلت عالم الدردشة، فتعرفت على فتاة وكانت تملك أسلوبا قويا في التأثير والكلمات المؤثرة، وكنت أقوى منها، فأثرت فيها وأثرت فيا، فعزمنا على أن نلتقي
ولكن أنا في مدينة وهي في مدينة أخرى، بيننا 1000 كيلو. ركبت سيارتي، اتجهت لها، اتفقنا على المقابلة في فندق معين في مدينتها. اقتربت من الفندق، سبقتها إلى الفندق، استأجرت الغرفة، استرخيت قليلا في الغرفة. لحظات يسيرة ويحين موعد الأذان لصلاة المغرب. سمعت الأذان وكأني أول مرة أسمع الأذان. والله شعرت بشعور غريب، أصابني خوف كبير في نفسي، شعرت بعظمة الله عز وجل. لحظات بدون أي تفكير قررت أن أتركها لوجه الله عز وجل. نزلت مسرعا، خرجت من الفندق، أغلقت جوالي، ركبت سيارتي ورجعت إلى بلدي، وشعرت بقوة الانتصار على النفس ولذة الغلبة على الشهوات والأمنيات، وشعرت بإيمان كبير وحب عظيم لله تبارك وتعالى، وأسأل ربي أن يثبتني على عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام في السماوات: إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض فيقول: إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات وأهل الأرض. وأول من يحب ولأجله يضحك ربي تبارك وتعالى من هو التائب حبيب الله. التائب يفرح ربي جل جلاله به قبل أن يفرح به أهله وأقرباؤه. ومن هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ضحك من 3، أحدهم رجل أقبل على معصية الله تبارك وتعالى ثم علم أن الله يراه فاستغفر الله، فقال الله للملائكة: انظروا عبدي جاء ليعصيني ثم تذكرني فخافني، أشهدكم أني قد غفرت له. فيفرح الله عز وجل بلقائه. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يحدثني أحد المشايخ الفضلاء يقول: كنت في إحدى محاضراتي في إحدى الدول القريبة، وبعد المحاضرة يقول في إحدى الدول خارج المملكة، يقول بعد المحاضرة وأنا في طريقي إلى سيارتي وإذا بشاب هيئته مبتذلة وشكله محزن يمسك بيدي وهو يردد: أرجوك قف ولو لحظات، إني أعاني من مشكلة، لعلك تسمعني وتتصبر علي. حتى بدأ يبكي بكاء مرا. يقول: أمسكت به، أخذته معي بسيارتي وأنا أسأله: ما الذي جاء بك إلى هذه البلد؟ حتى بدأ يحدثني وهو يقول: لقد جمعت أموالا وجئت مع أصحابي، جئت إلى هنا منذ 5 أشهر، ولا أخفيك كل شيء هنا تعلمته، لقد مارست كل شيء، آخر ما مارسته الهيروين والمخدرات، أخذتها والله فقط حتى تنسيني، وأنا والله لم آتي من أجلها، بل جئت كما يأتي الكثير من الشباب بحثا عن المتعة في فنادق الرقص والغناء. لقد صرفت كل ما عندي من أموال، تعلمت أساليب النصب والاحتيال، لقد وصل بي الحال إلى أن رهنت كل أوراقي وجواز سفري، كل هذا والله من أجل الخمر والسهر والقمار. لقد أصابني من الحزن والضيق ما يعلمه إلا الله. فكرت كثيرا في الانتحار، أسألك بالله كيف الخلاص؟ أريد العودة إلى حياتي، أريد العودة إلى طبيعتي، أريد التوبة. والله لو عدت لن أفارق المسجد. حتى بدأ بالبكاء والأنين وهو يردد: مللت مما أنا عليه، لا تتركوني في غفلتي،
هذا هو رقم هاتفي فلا تدعوني، لا تدعوني فالشيطان يلازمني وجلساء السوء يطاردوني. أريد مجالستكم، أريد أن أكون معكم، أشركوني معكم لعلي أهتدي بهديكم وأستقيم كاستقامتكم. وهل لي من توبة؟ لقد فرطت كثيرا وأسرفت كثيرا فلم يتمالك نفسه بالبكاء. فقلت مهلا هون عليك يا أخي، هذه هي لحظات الندم، هذه هي لحظات الدموع، دموع الندم والحنين. هي دمعة ندم من عبد ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها، عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة وحلاوة الإيمان. هي دمعة ندم تطفئ حرقة الذنوب والعصيان وتخفف مرارة البعد والحرمان وتشعر بالأمان والحنان. هي دمعة ندم من عبد اقترف وانحرف فبادر واعترف، ومن عبد أجاب فأناب وراجع فتاب. هي دمعة ندم من قلب انفطر يعشق السحر، يا ترى ربي غفر. كم للمعاصي من أسير، كم للشهوات من أسير، كم للمخدرات من أسير وسجين. قاتل الله المخدرات وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح الكثير من شبابنا يتساهلون ولا يبالون بعاقبتها، يبدأونها بلحظة طيش، لحظة غفلة شيطان لتنتهي حياتهم بالخذلان. هذا الشاب عاد وأناب وغيره لا يزال تحت وطأة الحرمان. أمسكت به وأنا أقول له أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد، أبشر إلى حياة السعداء، أبشر فإن الله يقول لك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أبشر فإن الله يناديك برحمته، يناديك بعفوه، يناديك بمغفرته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا، لأن الله هو من يغفر الذنوب جميعا. لا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد. قصص وعبر. شاب من الشباب جاءني وقال يا أخي، قلت نعم. معروف القاعدة، ضيق وطفش وهم وغم وحزن، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. فقلت له سؤال، أسألك بالله تصلي؟ خاصة الفجر تصلي؟ قال يا شيخ تبغى الصراحة؟ أقسم بالله ما أركعها، كذا بالصراحة ما أركعها، وبيتي بجوار المسجد والله يصلون يقوم ما أقوم صلي. سبحان الله. فقال بل أزيدك والله بهذا الكلام، أزيدك من الشعر بيت يا شيخ، بل أحيانا يقول يجيني ضيق وطفش. أنا أقول لكم ما قال لي أحد أو كذا، بنفسي هذا الموقف والله يشهد على ما أقول. قال أحيانا تضيق نفسي، فمن شدة الضيق أقوم وآخذ المصحف وأشوت المصحف برجلي، ثم انفجر يبكي. الله أكبر. يشوت المصحف بقدمه، ولو شاء الله لعطل تلك الأعضاء بكن فيكون. ثم انفجر يبكي، بكى بكاء والله كأنما رجل فقد ولده أو من أحب الناس له. بكاء 5 دقائق 10 دقائق. طيب يا أخي خلاص خير، الله يتوب عليك. سبحان الله، يقول ما أظن أن الله يغفر لي بهذا. قلت لا،
الله غفر للمشرك والكافر إذا تاب وناب إليه. فقلت له لن أقرأ عليك. كان يريد أن أقرأ عليه أسبوع كامل من الليلة. الآن ترجع إلى البيت. تبغى الطريق يذهب الضيق والهم والغم الحزن؟ قال نعم. قال ترجع إلى البيت والآن تعود وتصلي ركعتين صلح مع الله وتوبة وإنابة إلى الله جل وعلا، وكل يوم جزء من القرآن، وتحافظ على أذكار، ولا يؤذن المؤذن أو الصلاة تفوت يؤذن إلا أنت في المسجد. قال وهو يبكي أعاهدك بالله بأنه كما قلت لن يفوتني شيء من هذا. خرج الأخ، قلت له الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم تجيني عشان أقرأ عليك. الله أكبر يا أخوان، جاء الأسبوع وجاء الأخ. والله عندما دخل إن الوجه غير الوجه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دخل علي أقسم بالله أن الوجه غير الوجه. سلام يا فلان، جلس أقرأ عليك، قال جزاك الله خير. وبدت سنة الرسول في وجهه، قصر ثوبه، قال والله خرجت من عندك وذهبت البيت وصليت ركعتين وبكيت فيها بيد الله بكاء أسأل الله يقول أن يكون خالصا لله. وفي اليوم الثاني ما جاني نوم، يقول أبغى صلاة الفجر التي غبت عنها سنين. يقول فانتظرت، خرجت قبل الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة، ظننت المسجد مفتوح، ما هو مفتوح المسجد، ما جاء المؤذن، تأخر المؤذن، وإذا به يأتي مع أذان الناس. فتح الباب، دخلت للمسجد، أذن المؤذن، بكيت. لماذا؟ لأنه سمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أذن المؤذن، جلست بين الأذان والإقامة بعد أداء السنة أقرأ أبكي. جاء المؤذن فصلى بنا صلاة وقرأ وهو ما علم عني سورة قاف. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا به كأنه يعنيني بهذه الآيات. وبدأت الانطلاقة، البداية للقمة من التوبة. تريد أن تصل للقمة، بل أقول تريد أن تصل للفردوس بإذن الله. أول خطوة التوبة إلى الله جل وعلا. وحافظت على الصلاة. والله يقول أنه أسعد أسبوع في حياتي كلها هذا الأسبوع. متى؟ عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا. الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. تأمل أخي الحبيب في هذا الحوار بيني وبين هذا التائب. قابلته ووجهه يتهلل، علامات الراحة والسعادة على محياه. أشعر أن الدنيا لا تسعه مما هو فيه من الأنس والفرح. فرحت يعلم الله لحاله، وقبل أن تصافح يدي يده كان شريط الذكريات يمر سريعا في ذاكرتي. أتذكر جيدا يوم أن قرع بابي فاعتذر له أولادي بانشغالي وتحت إلحاحه وإصراره، وأنه يحتاجني لضرورة ماسة. خرجت إليه وعند عتبة الباب فوجئت بوجه شاحب عليه آثار الحزن والبكاء، وأخبرتني عيناه أنها لم تذق طعم النوم. سلمت عليه فرد السلام
وقد سبقني بالدخول، وكأنه لم يصدق أن الباب قد فتح له. حاولت أن أذكره أن وقت صلاة الجمعة قد اقترب، فأخبرني أن هناك أمرا هاما وأنه لا يمكن تأجيله. لم يترك لي فرصة الرد عليه، بل توجه للمجلس فدخل، ودخلت خلفه وبدون مقدمات. قال بصوت حزين: أنا لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع. حاولت مرارا، وكلما اتجهت للمسجد ثم وضع وجهه بين يديه وأجهش في البكاء، ثم قال بصوت متقطع: نعم، كلما اتجهت للمسجد أصابتني رعشة وخوف، أجاهد نفسي أصبرها فأدخل للمسجد وأصلي مع الناس، لكني لا أستطيع أن أقف، كل شيء في جسدي يرتعش ويسيل جسمي من العرق. أحاول أن أقرأ، أن أقول شيئا، يأتيني من الوساوس والهواجس والأفكار ما يعذبني بل يمزقني. أعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله. وفجأة وإذا بيده تضغط على يدي، فتوقف شريط الذكريات، فسلم علي بحرارة وهو يتمتم بكلمات شكر وثناء ودعوات. قطعتها عليه بقولي: كيف حالك يا فلان؟ فقال: أعيش في راحة وسعادة عظيمة لا يعلمها إلا الله. فقلت: أتذكر قولك أعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله؟ فكم هي المدة الزمنية بين هاتين الكلمتين؟ بل ما هي الأسرار التي جعلت العذاب سعادة في حياتك؟ فقال: أنت أعلم مني بها. قلت: إن كنت تعني ما ذكرته لك في ذلك اللقاء فهي ليست أسرارا، بل يعرفها كل مسلم. فقاطعني بسرعة قائلا: نعم، لكن لم يذق كل أحد حلاوتها. والله إنني كنت أظن السعادة في تلك الأعمال التي نعملها، وكان قد حدثني عن رحلات الزنا واللواط والمخدرات وأنواع الفساد والضياع. قال: لقد عرفت طعم الحياة، أشعر أنني أعيش مثل الناس. فقلت: على رسلك، على رسلك، فمن قال لك إن الناس ذاقوا طعم الحياة؟ إن هذا الكنز الذي وجدته يفقده الكثير من الناس. فقال متعجلا: أعني الصالحين منهم؟ قلت له: حتى بعض الصالحين يفقد هذا الكنز. نعم، فليس كل صالح ذاق حلاوة الإيمان وطعم الصلة بالله. وأنت الآن تعيش في أيام جميلة، أيام التوبة والرجوع إلى الله، تتذوق حلاوة الدمعة والندم على ما فات. وأخشى عليك أن تفقد هذا الكنز وهذه العواطف والمشاعر. فكم من التائبين، بل حتى من الصالحين، يطلقون الحسرات والآهات على المراحل الأولى من صلاحهم: تبكير للمسجد، جلسات لقراءة القرآن وحفظه، صلاة بخشوع، ذكر وتسبيح، كثرة توبة واستغفار، صيام للأيام البيض، صلة للأرحام، وزيارة للأقارب والإخوان. فقاطعني وقال متلهفا: وكيف أحافظ على هذا الكنز؟ فإني أخاف من الانتكاس والحرمان. فقلت له: الوسائل كثيرة، لكن من أهم شروط التوبة العزم على أن لا تعود للذنب. فشد بنيان العزم بهجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الفساد، وخاصة رفقة السوء. اعرف قدر لطفه بك وحفظه لك يوم من عليك بالتوبة، فإنما نهاك عن المعاصي رحمة لك، وأمرك بالطاعة رحمة وإحسانا بك، لا حاجة منه إليك. ثم إياك أن تنسى أو تغفل عن الاعتصام بالله. فإن كنت صادقا مع الله بتوبتك فاستعن بالله واعتصم بالله، فلا عاصم لك إلا الله. قال: كيف؟ قلت: بأن يلهج لسانك بالدعاء والذكر والتوبة والاستغفار وكثرة قراءة القرآن، فأنجع علاج للثبات وطرد الشيطان ووسوسته كثرة ذكر الله. مناجاة من روائع المناجاة. إلهنا وسيدنا ومولانا، لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ من نقصد وأنت المقصود؟ ومن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود؟ خابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء
ضاقت علينا الأرض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا وأحاطت بنا خطيئاتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. أمهلتنا فعصيناك وأغدقت علينا نعمك فلم نشكرك حق شكرك. اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم وعلى المجاهدين في سبيلك على ثبورهم. من روائع المناجاة مختارات. أين أدواركم يا شباب؟ أين تأثيركم؟ والله يا إخوان تستطيعون التغيير. غيروا أنفسكم ثم غيروا المجتمع. تستطيعون، والله تستطيعون. القرار بيدك أنت يا أخي الفاضل والأمر لك. النبي صلى الله عليه وسلم جابها مفتوحة مطلقة: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فكر يا أخي، خليك صاحي. الشباب أذكياء. أين عقولكم يا شباب؟ تريدون السعادة؟ كلنا نبحث عن السعادة، هي الكنز المفقود، هي السلعة التي كلنا نبحث عنها. تريدون السعادة؟ جربوا الالتزام. والله لن تندموا، وما تحس بالسعادة وبالطمأنينة وبالراحة إلا إذا التزمت أمر الله. والله يا إخوان أحد الشباب الملتزمين يقول والله أحيانا أصلي الفجر في المسجد، يقول ثم أجلس إلى طلوع الشمس أذكر الله وأقرأ القرآن. يقول فإن خرجت من المسجد يقول والله إني أنظر إلى الناس وأقول والله ما أظن أحد سعيد مثلي. يحس بسعادة لا يمكن أن تتخيلها. إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مختارات. سبحان الله، يعصيها الإنسان ويفعل المعصية ومع ذلك أولا يعطيها الصحة ويمكن من لذة المعصية، وهو قادر أن يسلب الروح في لحظة واحدة، حتى إذا فعل المعصية يأتي ويستر. فسبحانه ما أحلم، يفعل المعصية عافية وصحة وستر، ثم مع ذلك يدعو الإنسان ويقول له هلم إلى رحمتي، هلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عبدي ما أريد منك إلا لسان طيب وعمل طيب، ما أريد منك غير هذا. كذاب من يقول أن القرب من الله في ضيق. لا والله، ما يريد الله منك إلا كلام طيب وفعل طيب وعقيدة ترضيه. بس 3 أشياء: قلب صالح نقي من الشوائب، ولسان طيب تقول به الكلام الطيب، وجوارح تسخرها في الشيء الطيب. ما في غير هذا أبدا. بدل ما كان الواحد يسب الناس ويحتقر الناس ويتكلم على الناس، يتكلم الكلام الطيب، يحترم الناس تحترم الناس. بدل ما كان يفعل الأمور التي لا تليق بأتفه الناس، إذا به يحترم نفسه فيفعل الأفعال التي تليق به كمسلم يؤمن بلقاء الله عز وجل. ما في غير هذا. ما عندنا في الطاعة والحياة الطيبة إلا هذه 3 الأشياء: صلاح العقيدة، صلاح القول، صلاح العمل. من فعل هذه 3 الأشياء عصمه الله عز وجل إلى لقائه وأوجب له حبه ورضوانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا جبت 3 الأشياء هذه أقسم الله أنه يحييك الحياة الطيبة. إن السلامة أن نرضى بما قضي، لا يسلمن بإذن الله من رضي.
ليسلمن بإذن الله من رضي. المرء الله الله بالتوبة يا إخوان، وصدق اللجأ إلى الله الواحد الأحد. الله الله بالتوبة، فإن الله تعالى نادى المذنبين مثلنا ومن أمثالنا نداء الرحمات، وفتح في وجوههم أبواب المغفرات. الله أكبر. يا ابن آدم، في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فمن يعطي مثل الله يا أخوة؟ ومن يعفو مثل أرحم الراحمين جلت عظمته؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا في طاعته. يا رب باك على ميت وباكية لم يلبثا بعد ذاك الميت أن بكي. يا رب باك على ميت وباكية لم يلبثا بعد ذاك الميت أن بكيا. وربنا عنا حينا أحبته ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي. ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي. علمي بأني أذوق الموت نغصني طيب الحياة فما تصفو الحياة لي. طيب الحياة فما تصفو الحياة لي. كم من أخ تغتدي دود التراب به وكان حيا بحلو العين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظل الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ على طاعة الله. فعلى أي شيء نشأ شبابك؟ معاشر الشبيبة، نريدكم كما قيل شباب ذللوا سبل المعالي ولم يرضوا سوى الإسلام دينا. إذا حضروا الوغى كانوا كماة يدكون المعاقل والحصون، وإن جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. جيلا طاهرا عفيفا إذا مر على الصخور والجبال كان شلالا، وإذا مر على الحدائق والظلال كان عذبا سلسالا. يجمع بين جلال إيمان الصديق وحزم عمر وحياء عثمان وشجاعة علي وقوة سلمان وأمانة أبي عبيدة. فكن مثل الصحابة أهل دنيا وآخرة وعبادا وغزا. وفي مسلم شباب الإسلام من حديث ربيعة بن كعب قال: جئت النبي عليه الصلاة والسلام ومعي وضوءه فقال لي: يا ربيعة سلني. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يا الله، انظر إلى تطلعاته وآماله. يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يا رسول الله أسألك مرافقتك. قال سبحانه وتعالى مناديا الصغير والكبير والرجل والمرأة في نداء رباني عظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لقد عاصفت بنا رياح الذنوب وثارت علينا أغبرة وأتربة المعاصي والأوزار، فانطفأت شموع الخشية في قلوبنا من الله جل جلاله. فيا الله، كم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب. يا الله، كم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب. يا الله، كم هي الذنوب التي حرمت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. دخل رجل على رابعة العدوية رحمها الله فقال: يا رابعة إني رجل مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي، فهل يقبلني الله عز وجل إن تبت إليه؟ فنظرت إليه رابعة وقالت: ويحك أما علمت أن الله عز وجل ينادي المدبرين عنه، ينادي المدبرين عنه
فكيف بالمقبلين عليه. ثم قرأت قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلنا ذاك الرجل المسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، المنكب على شهواته ومحرماته. والله عز وجل كما سمعناها يدعونا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. دعاك رب بالندى يعرف: يا من على أنفسهم أسرفوا لا تقنطوا من رحمتي واعرفوا إني لغفار الذنوب العظام. فالله الله والرجوع والإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي قبل أن نقف بين يدي الله الآخذ بالنواصي في يوم عظيم هائل تشيب منه مفارق الأطفال ويتساقط فيها أكعاء الرجال بصولة الجبار جل جلاله. فكم هم الذين سمعوا المواعظ والزواجر، سمعوا الزواجر والمواعظ ولكنهم لم ينزجروا ولم يتعظوا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تكثر الذنوب وتعظم العيوب فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ملاذ عفوك يا الله، عفوك يا الله، لم يبق لي سواك فهل تقبلني؟ رحماك يا الله، يا الله، ما أجمل التوبة. مزقت ليالي السوء هربا وإلى الله أعود وشطبت حروف الظلماء بيراعي اليوم الموعود. مزقت ليالي السوء هربا وإلى الله أعود وشطبت حروف الظلماء بيراعي اليوم الموعود. تهت بأيام احضر مجالس الخير يا أخي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بعض الناس مذفل جميع الطرق عليه، لا خطبة ولا جمعة ولا يحضر كلمات ولا ندوات، شريط جزاك الله خير، هذا لو استحى رماه ولا سجل عليها أغاني. لا يا أخي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مناجاة
من روائع المناجاة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهنا ومولانا. إن قلوب المؤمنين قد اشتاقت للقياك وإن عيونهم قد اشتاقت لرؤياك إلهنا، فثبتنا وإياهم على الدين والتوحيد والاستقامة حتى يأتي يوم القيامة ونرى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ادخلوا الجنة بسلام آمنين لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اجعله ينادى بنا في جنتك دار النعيم. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد واجعلنا نناديك يا رب العبيد. ربنا أرنا وجهك ننظر إليك إلهنا ومولانا. مناجاة. فالله أحبتي بالله أن نتوب إلى الله عز وجل ونحافظ على الصلاة ونحافظ على الصحبة الصالحة ونثبت على هذا الكنز العظيم كنز الاستقامة والهداية. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه كالقابض على الجمرة. متى ألقي بهذه الجمرة؟ إذا خرجت الروح. فاطمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكرب أبتا، قال يا فاطمة ليس على أبيك كربا بعد اليوم. إذن يا أخوان نثبت على هذا الدين وعلى هذا الكنز كنز الاستقامة ونمسك على هذه الجمرة حتى يأتي الموت. ترى بعض الناس يقول الموت راحة، نعم راحة على الطائع لكن مو براحة على العاصي. فالله الله وزوروا المقابر وزوروا مغسلة الأموات وبادروا واسمعوا الآيات، اسمعوا كلام الله عز وجل. باب التوبة مفتوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بادر يا شيخ بالتوبة، اقلاع عن الذنب، ندم على ما فات. تكره أن تعود المعصية كما تكره أن تقذف في النار، رد المظالم إلى أهلها. ترى والله سهلة ميسرة لمن يسر الله عز وجل. فبادروا يا شباب، والله الآن تستطيع غدا لا تستطيع. يا شباب اليوم تقدر تكسر اللي معك في مخباك، حنا ما نراه لكن الله يطلع، يعلم وش في جيبك، يعلم وش تعمل من معاصي وذنوب. تستطيع أن تتخلص اليوم، غدا ما تستطيع. والله كم حادث مروري ويحمل إنسان في جيبه وش فيه، هو ميت بك الدخان، أو يموت على أغنية، تجي بتسعفه تلقى الأغاني مرفوع عليها. عائلة كاملة تنقلب في الصالون بيسعفونهم يجدون الأغاني مرفوع عليها، يقول ما أدري أنا أسعف ولا طفل مسجل. وتجي حادث تلقى الأشرطة مكبوبة في الزفلت. سبب صد كثير من الناس عن الخير وعن الدين هو الأغاني هذا. فالآن بادر بتكسير الأغاني، بادر من الآن أخي الشاب، تكسير الدخان، المخدرات، الدش. الآن تستطيع، غدا والله ما تستطيع. كم إنسان في قبره يتمنى أحد يتلف عنه بلاويه ما استطاع. فأنت اليوم تستطيع، فبادر، ما زلت في زمن الاستطاعة، واقبل على الله عز وجل وأبشر بالخير. سبحانك يا ربنا ما أكرمك
وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية عبد الله بادر بالتوبة من الآن، عبد الله بادر بالتوبة من الآن. أقول لك علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون، إلا المؤمنون حقا، إلا الذين دخل الإيمان في قلوبهم، إلا الذين خالط الإيمان نفوسهم، إلا الذين قرأوا القرآن وحافظ السنة. يا عبد الله من الآن استعد، سوف يكون في آخر الزمان تسمع بخسوفات. يا عبد الله أسرع، إن لم تحج فحج، إن لم تزر المسجد الحرام فزره يا عبد الله. تدارك نفسك يا عبد الله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله. أتعرف أي يوم هذا؟ يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله يا أحبتي بالله إذا ثبت على هذا الدين سوف يثبتك الله عز وجل، فتنطق أعظم كلمة كما الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما أجمل دموع التائبين، ما أجمل دموع التائبين، ما أجمل دموع التائبين. والله إن أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. كم أنيت للدنيا، كم بكيت للدنيا. يا أخي ابك لله سبحانه وتعالى، انطرح بين يديه قل يا رب أنا العبد، أنا المسكين، أنا التائب، يا رب اقبل توبتي. والله إن الله يفرح بتوبتك، والله إن الله يفرح بتوبتك يا عبد الله وأنت يا أمة الله. إلى متى ونحن قاطعين الصلة مع الله جل وعلا؟ من خلقنا، من سوانا، من أعطانا، من أغنانا؟ إنه الله جل وعلا. أنت الآن يا من تسمع كلامي أنت، نعم أنت، احمد الله جل وعلا إلى الآن وأنت تسمع هذا الكلام. غيرك الآن تدري وين؟ غيرك الآن في الإنعاش يمكن ما يعيش، غيرك الآن عنده غسيل في الكلى، غيرك الآن يضرب كيماوي عنده سرطان، وغيرك الآن في الثلاجة، وغيرك الآن في أول ليلة في القبر. إذن احمد الله سبحانه وتعالى إن الله أبقاك إلى هذه اللحظات. رسائل. الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله فهي لذة ساعة وألم دهر، ولكن كم من أجساد لهت ولعبت الآن تتقلب في عذاب القبور. رسائل. يدني الله تعالى العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله: أتعرف يا عبدي، أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: إني قبلتها منك. فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود له وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه، ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول: يا عبدي أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله:
إني قد غفرت لك، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد الذي لم يصل لها قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه. رواه البخاري رحمه الله. رسائل. يا من أعرضت عن الله اقترب من رحمات الله، فالله واسع المغفرة كريم العطايا كثير الهبات. ويا من أغرق نفسه بالذنوب والمعاصي لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رسائل. فالله تعالى فوق ما تظن من الرحمة. إن تقربت منه شبر تقرب منك ذراعا، إن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، إن أتيته تمشي أتاك هرولة. كل واحد ينبغي عليه أن يكون عنده شعور يعلم أنه لا أرحم به من الله عز وجل. والله لو أن الإنسان حمل ذنوب هذه الحياة كلها وجاء في لحظة واحدة تائب إلى الله منكسر بين يدي الله يرجو رحمة الله، والله ما يخيبه الله من رحمته. رسائل. وهكذا فما أكثر الآيات والأحاديث والآثار والتي تبعث في النفس الأمل، فهذا الدين عظيم ورحمة الله أعظم. فما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا قتل 100 نفس، وما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا لم يسجد لله سجدة، وما ظنكم برب أدخل الجنة امرأة بغيا بمجرد أنها سقت كلبا ماء. ولكن علم الله من هؤلاء صدق الإقبال والندم والانكسار والخوف منه والذل له فرحمهم برحمته. نسأل الله الكريم من فضله، فهل تصدق مع الله وتقبل عليه أم تتكل على أحاديث الرجاء والأمل بدون عمل؟ وهذا ظن البطالين المفاليس، فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه غفور رحيم. روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان، يدعوك يا شبل الزمان. حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للأمام، وتقول هيا للأمام. نهر وطير قصر وخير، نهر وطير قصر وخير. هذا النعيم وليس غير، هذا النعيم وليس غير. هذا الهناء عيش الصفاء، يرضى الفؤاد ولا عنا، يرضى الفؤاد ولا عنا. لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول، وصحابه القوم العدول. يا من تريد خلدا وغيد، يا من تريد خلدا وغيد. شمر فما فاز البليد وإلهنا يعطي المزيد. شمر فما فاز البليد وإلهنا يعطي المزيد. رؤياه في دار الخلود، رؤياه في دار الخلود. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة، فيقول أول ما يدخل الزوج إلى القصر ينشدنا الحور: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط،
والمقيمات فلا نضعن ونحن الخالدات فلا نموت ونحن الخالدات فلا نموت. تقولها بأحسن أصوات سمعت، ثم تقول لزوجها، تقول لك: أنت حبي وأنا أحبك، ترى ما أحب أحد غيرك أبدا، أنت وحدك. فإذا رآها العبد حار طرفه فيها، قيل ولذا سميت حوراء، أن الطرف يحتار من جمالها. فإذا رآها على هذه الصورة ما تحمل، فضمها إليه 40 سنة. 40 سنة جمال ليس بالهين. لو تفلت إحداهن في المحيط، هذا الريق في المحيط، في المحيطات كلها بحار الدنيا، تفلة واحدة لجعلتها عذبا. ومما يزيد في حسنها خلقتها العجيبة، فقد قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء، ولكن خلقت من زعفران. قال ابن القيم: وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية يعني في الدنيا من أحسن الصور وأجملها، مادتها من تراب. بعض الناس إذا رأى زوجته لأول مرة من شدة الجمال فتح فمه لا يستطيع تصرف، وهي من تراب. يعني يقول ابن القيم: هذه مخلوقة من تراب. فما ظنك بصورة هناك في الجنة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك، يعني في الجنة حرية. إذا حور الطين فعلوا الأفاعيل بشبابنا، فكيف بالحر العين؟ جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنه، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنه. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 عام. 40 عام وهو مريض من هذه الكلمة. بل إن الله وصفها وصفا دقيق حتى وصف أثداءها، فقال: وكواعب أترابا. أين المشتاقون للحور؟ أحدهم يسافر يبيع الحور مع ما ذكر من أوصافهن، هذا يسافر إلى البلدان ليفعل الفواحش. فتاة خبيثة ساقطة فاجرة يبيع من أجلها الجنة والحور العين. أين العقول؟ سبحان الله، أتعجب بعد هذا أيوجد عقل سليم يجعل أرقام الفتيات الساقطات في جواله؟ عجب والله. يتعرف عليها فيعشقها وتكون سبب في انتكاسته. مهر الجنة وبالذات الحور غالي، وسيأتي مهره بعد قليل. أما أهل الجنة فإنهم لم يتحملوا تلك الأوصاف. أوصاف الحور ما تحملوا ذلكم الجمال والحسن، فبدأوا بالمعاشرة، بالجماع. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. عن أبي مجلس قال: قلت لابن عباس: ما شغلهم يا ابن عباس؟ مشغولين في إيش؟ خلاص انتهت العبادة وانتهى كل شيء. قال: شغلهم افتضاض الأبكار. قال أبو هريرة: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ فبشراكم يا أهل المعروف والنهي عن المنكر، بشراكم يا أهل الهيئة، لا يثبطكم أهل العلمنة وما يكتبون في الصحف أو الابتلاءات التي تجدونها. هذا الموعد، هذا الموعد. تنادي الحورية: وين؟ أين الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر؟ بشرى لك، لا تحزن يوم أن تعرضت لبلاءات، تفله من ساقطه وسبه من فاجر، كل هذا سوف يعقبه نعيم. حسبك بحورية خاصة بك أنت يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اسمها العينة. ختمات القرآن لن تذهب سدى،
هذا مهر الحور العين. حلقات التحفيظ مهر للحور العين. وبهذه المناسبة أذكر حادثة وقعت هنا في هذا الزمن، وأن شاب اشترى حورية بحفظه لكتاب الله وبالعمل به، ولعلكم سمعتم به. لما بلغ السادسة وكان يصاحب أباه منذ الصغر إلى المسجد، فلما بلغ السادسة حفظ شيئا كثيرا من القرآن، ثم أدخله أبوه إلى المدرسة، فجلس من المدرسة أيام معدودة ثم تضايق وقال: يا أبتي لا أستطيع، ضيعت حفظ القرآن، ضيعت المراجعة، لا أستطيع الدراسة، أريد المسجد، أريد الحلقة. حاول معه الأب لا يريد، وبالفعل ترك الدراسة وجلس للقرآن ولحفظ القرآن ومراجعته. يعود أبوه بعد الصلاة إلى المنزل يقول: ارجع، يقول: لا أرجع معك في الصلاة التي تليها. ثم مات والد هذا الطفل فتكفل به عمه. فلما بلغ سن 12 مرض هذا الشاب، وبدأ عمه يعالجه ويذهب به من هنا وهناك حتى بلغ سن 17. وبينما عمه في عمله إذ أتاه الخبر بأن هذا الشاب قد مات. فأتى هذا العم في الضحى وهيأ هذا الشاب وغسل وكفن، ثم لم يبقى إلا دقائق على صلاة الظهر. قالوا: نؤجل إلى صلاة الظهر حتى يجتمع الناس ونصلي عليه. هو جاهز مغسل ومكفن، ومن تعب هذا العم نام في هذه الدقائق، غطى غطة ونام. يقول: رأيت في المنام نساء لم أرى مثلهن قط في الجمال، وإذا باثنتين تتقدم الفتيات. قلت: من أنتن؟ فقالتا: نسألك بالله يا شيخ إلا عجلت علينا بالصلاة على زوجنا فلان، فإنا زوجاته من الحور العين وإنا مشتاقون إليه، فنسألك بالله إلا عجلت علينا في دفنه والصلاة. ذهبت الحور العين. يقول: فوالله ظلت رائحة الطيب، طيب الحوريات، في الحجرة 6 أشهر يشمها كل من دخل. يقول: من أين لك هذه الرائحة؟ فأقول: رائحة الحور العين. فالله أكبر. هنيئا لكم يا أهل الحلقات ويا أهل القرآن. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. سبحان الله. أعن هذا نعرض ونركن إلى الحياة الدنيا؟ أعن هذا الفضل نسمع الحرام ولا نرجو ما أحل الله لليالي الملاح؟ سبحان من لا ينبغي الخضوع إلا له، سبحان من لا ينبغي الخضوع إلا له، سبحان من لا يعلم ما في الجنة إلا هو، سبحان من لا يعلم ما في نفوس عباده إلا هو. دع يا عبد الله، دع يا عبد الله، هداك الله مزامير الشيطان ورقية الجان. تمتع بالباقي ودع الفاني أيها الغالي، واعلم أن الحور فيها من الغيرة ما يعجز عن وصفه اللسان. نعم والله إنها تغار، ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا. إنها تغار يا مشتاق، أيها المحب للحور، أيها المحب للحور، أنت تريدها، إنها هناك تنتظر على عجل، فهل أنت مجيب لها؟ إنها تنتظر قدومك
في لحظة اللقاء الموعود لتنعم أنت وهي بالنعيم الذي لا يزول ولا يحول. أيها المشتاق، هذه صفات الحوراء العينان وأمثالها تنعم بهن في دار المزيد، من حوراء إلى حوراء، ومن فراش إلى فراش، ومن لذة إلى لذة، لا تمل ولا تكل ولا تتعب. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان. اعلموا رعاكم الله مهما جال في خواطركم أو تردد في أذهانكم فإن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم. صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تصريحا فقال: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك قوله تبارك وتعالى في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه أيام بذل الثمن، هذه هي أيام بذل الثمن في الوصول إلى تلك الدرجات وتلك الجنان. وعن كعب رضي الله عنه قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال، ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك فتزداد ضعفا حتى يدخلها أهلها. اسمع أيها المشتاق، اسمع أيها المشتاق وزد شوقا واستبشارا. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اسمع أيها المشتاق، اسمع أيها المشتاق وزد شوقا واستبشارا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وماذا بعد الموت؟ لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى، بل هناك بداية ونهاية أخرى. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب،
وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ويسر حسابنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها وماذا بعد الموت؟ كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دك؟ وماذا بعد الموت؟ أي مصير تريد؟ أي مصير تريد؟ اسلك طريق الهداية وتجنب طريق الغواية. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب. إنها فرحة تائب وذكريات عائد، قصص تنير لك الآفاق وتبعث في نفسك الاشتياق عودة إلى الله وثباتا على طريق الله. الرؤية الفنية والإخراج عبد الله العبد اللطيف، تقديم تركي الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.